ازاي اعرف الحجر الكريم من المغشوش؟ وايه قصة الحجر الكريم والشبه كريم؟ وازاي نبحث عن الاحجار الكريمة ونلقاها؟ ولو لقيت حجر كريم ازاي تعرف جودته وبالتالي تسعره صح؟ ايه العلاقة ما بين الحجر الكريم وتاريخ ميلادك؟ بيسموها البيرث ستون. يا ترى مين في دول حجر كريم، الفيروز ولا العقيق؟ والاجابة هتصدمك. وايه علاقتهم بعلاج الامراض؟ واخيرا ايه حقيقة العلاج بالاحجار الكريمة؟ ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والحلقة الأولى من علم تيوب عن الأحجار الكريمة. سمعك اللي بتقول إيه شغل الدروشة ده يا أبو خالو؟ أقول لك يا ولدي ده علم اسمه الجيمولوجي، علم الأحجار الكريمة. بندرس أنواعها، تواجدها فين، إزاي نبحث عنها ونلقاها. هتقول لي أيوه، ركز على حتة نلقاها فين دي. أخوك مزنوق في قرشين. خد الكبيرة بقى، تعرف إن في مؤسسات عالمية لعلم الأحجار الكريمة زي IGI مثلا، المعهد الدولي للأحجار، وده بيدي كورسات وعضويات وليلة كبيرة سعادتك. يعني الموضوع علم. ولما نيجي نتكلم بالعلم فهم في نوعين: أحجار كريمة وشبه كريمة. بناء على 3 حاجات. أول حاجة الجمال، البيوتي. تاني حاجة الصلابة والمتانة، الديورابيليتي. تالت حاجة الندرة، الريريتي. فالحجر لو فيه ال3 خصائص دول مع بعض نقول عليه كريم. أما بقى لو فيه واحدة بس من ال3 أو 2 نقول عليه شبه كريم. بس خلي بالك، الشبه كريم ده ما ينفعش يبقى فيه ال3 صفات مع بعض حتى لو كان غالي جدا. الأحجار الكريمة زي الألماس، طبعا لو ما كانش ده حجر كريم مين يبقى حجر كريم؟ وكمان الياقوت بنوعيه، الروبي الأحمر والياقوت الأزرق أو بيسموه الزفير الأزرق. وكمان البريل. لا يا ولدي مش ده، انت ما تعرفش غير الأكل والشرب. أيوه ده البريل. البريل زي الزمرد والأكوا مارين، وبنقول عليه بريل لأنه في تركيبه عنصر البريليوم اللي هو مركبات سيليكا، بريليوم ألومنيوم سيليكيت. هتقول لي يعني الزمرد طلع بريل؟ أنا ما أعرفش والله. بص كده يا ابو خالو، بالله عليك بلاش المصطلحات العلميه المعقده، سيليكات وكده، خلينا نتكلم ببساطه. اقول لك تمام يا سيدي. بالاضافه للاحجار اللي قلناها من شويه، الالماس، الياقوت الاحمر والازرق، الزمرد والاكوامارين كبريل، العلماء بيضيفوا حجرين زياده كمان: الاوبال والتوباز. كده دول ال5 انواع للاحجار الكريمه. ما دون ذلك يعتبروا احجار شبه كريمه. وعلى فكره كمان ممكن الاحجار الكريمه نقسمها لنوعين حسب اصلها: نوع معدني اللي هو جاي من حجر زي ما قلنا من شوية الكريمة والشبه كريمة. النوع الثاني عضوي، معناها جاي من أصل إما نباتي أو حيواني. زي مثلا يا سيدي عندك العنبر، وده مصدره حيواني، طبعا بيجي من حوت العنبر، وده غالي جدا طبعا. تعرف أساسه جاي من فين؟ تخيل، من القيء بتاع الحوت لما بيطلعه وبعدين بيتم معالجته وتنظيفه وهكذا. النوع الثاني وهو الكهرمان، وده مصدره نباتي من المادة الصمغية اللي بتطلع من الأشجار الصنوبرية في المناطق الاستوائية وأفريقيا وغيرها. عندك كمان المرجان، الكورال، وده أصله الشعب المرجانية اللي في البحر، وأساس تكوينها طبعا كربونات الكالسيوم. وأخيرا اللؤلؤ. تخيل بقى في اللؤلؤ بيبقى فيه عضو داخل كل محارة اسمه أم اللؤلؤ، وده المسؤول عن إنتاج اللؤلؤ بصورة طبيعية. سبحان الله. والسؤال دلوقتي فين نلقى الأحجار الكريمة؟ أقول لك ممكن نلقاها في 4 أماكن بيسموهم المصايد. أول مكان منهم ممكن نلقاها موزعة بشكل عشوائي في صخور النارية، صخور البيجماتايت، ودي اللي بتبقى طالعة من بركان زي جبال البحر الأحمر. هتلقى الأحجار الكريمة في أماكن فيها أشكال زي مثلا القواطع النارية بيسموها الدايكس، أيوة أجسام أسطوانية الشكل زي كده أو زي العمدان. وممكن كمان تظهر في صورة عروق فينز او عدسات او تجمع زي كده بيسموه اللينسز. عشان كده صخور او عروق البيجماتايت دي اماكن مهمة جدا، لما بنلقاها بنلقى معادن وبلورات، وممكن تلقى كمان اكتر من حجر كريم. وبذكر ما بين الصخور، الزمرد عندك مثلا بيتكون لما طبقتين من الاحجار يتداخلوا مع بعض، وبنلقاه في بلاد كتيرة جدا زي البرازيل، جنوب افريقيا، زامبيا، الهند، امريكا وروسيا. وفي كمان احجار كريمة نادرة جدا، مش زي الزمرد نلقاها في اماكن كتيرة، لا ده في مكان واحد في العالم. عندك مثلا التنزانايت، وده من اسمه كده بيجي من تنزانيا في جبل الكلمنجارو. المكان اللي بيطلعوه منه يدوب 6 كيلو في 2 كيلو. شكرا. ورغم ان الحجر ده بياخد من 35 ل 90 مليون سنة عشان يتكون، الا انهم اكتشفوه قريب سنة 1967. ولما اكتشفوا الخامة دي كان شكل الخامة الطبيعي قبيح جدا، حاجة سودة كده زي ما انتم شايفين. لكن سبحان الله لما اتعالج بالحرارة حطوه في الفرن ادى اللون الازرق الجميل ده.
رقم 2 ممكن نلقاها في الرواسب على ضفاف الأنهار أو الشواطئ، وده عبارة عن حجر اتكون في مكان بعيد لكن بعوامل التعرية اتجرف بالمية أو غيره ووصل للرواسب دي. رقم 3 مع عروق الكوارتز. عارفين حجر الكوارتز بيكون على هيئة عروق في الجبل، ده أول ما نشوفه بقى ممكن يكون دليل على وجود الأحجار الكريمة والذهب كمان. عشان كده يا أبو خالو الدهابة، الناس اللي بتبحث عن الذهب بيدوروا على عروق الكوارتز ويمشوا وراه بالحفر لغاية ما يوصلوا للذهب، طبعا مع حاجات تانية زي العناصر المصاحبة للذهب زي البيرايت والنحاس. علماء الجيولوجيا بيسموا المعادن دول المعادن المصاحبة أو الدليلة، الانديكيتور مينرالز، وده معدن بيبقى موجود بكثرة وشائع ورخيص لكن بيبقى مصاحب للحجر الكريم أو الذهب. زي ما قلنا من شوية، لو في الحتة دي لقيت نحاس يبقى ممكن ألقى ذهب، وكمان لو لقيت كالسايت أو دولومايت يبقى في الحتة دي ممكن ألقى زمرد، وهكذا. المكان الرابع، لو لقيت على الجبل تغير في ألوان الصخور زي أكاسيد الحديد يبقى ممكن في المكان ده نلقى حجر كريم. وطبعا ما نقدرش نتجاهل الصدفة أو الحظ، ممكن بالصدفة والحظ تلقى حجر كريم، لكن خليني أقول برضو لو دورنا بعلم هتلقى الفرصة أكبر وأسهل. طب السؤال دلوقتي، إزاي أعرف الحجر الأصلي من المزيف؟ أقول لك الحجر الطبيعي لو جاي من الجبل، من أعماق الجبل من تحت، لازم يكون فيه شوايب، أما الغير طبيعي مش هيكون فيه شوايب. الطريقة الثانية عشان نفرق ما بين الطبيعي وغيره ممكن نفحصه تحت الميكروسكوب، التركيب البلوري بيعرفنا الطبيعي طبعا. ثالث طريقة من خلال الانعكاسات والانكسارات للضوء. طب نيجي لآخر حتة في الحلقة، وأنا خليتها في الآخر عشان عليها جدال، وهي استخدام الأحجار الكريمة في العلاج. شفت فيديو لواحدة بالعربي بتحكي إنه الحجر الكريم ده بيطلع طاقة ممكن تأثر على هالة البني آدم، تسحب الطاقة السلبية منه. ده في حجر كمان اسمه السترين الأصفر، ده بيسموه حجر الفلوس، حطه في درج الفلوس عندك أو البسه، الفلوس تجيلك رخ كده. ده لدرجة إنه في ناس بتقول لك إنه مرضى السرطان اللي بياخدوا علاج الكيماوي لو العلاج مش فعال ممكن يلبسوا حجر كريم أو يحطوه حواليهم، فعالية العلاج تزيد. الكلام ده بز رميط ملوش أي أساس علمي، وأنا ضده شكلا وموضوعا. إزاي الحجر يعني يطلع طاقة؟ مصدر الطاقة دي من فين؟ الكلام ده مش صح، والكلام ده مستند على طقوس هندوسية بيسموها الشاكرات السبعة، الشاكراز. زي ما انتم شايفين حسب كلامهم كده ان الانسان فيه 7 مراكز للطاقة، كل حجر ممكن يحسن حاجة منهم. زي مثلا شجر القلب، لو حطينا حجر جنب القلب ممكن ينظمه ويحميه وهكذا. طبعا الكلام ده برضه ملوش اي اساس علمي. طب انا جالي حجر كريم، ازاي اعرف قيمته وبالتالي سعره في السوق؟ وازاي اصنع حجر كريم؟ ايوه في احجار كريمة مصنعة. وايه قصة الحجر الكريم وتاريخ الميلاد؟ بيسموها البيرث داي ستون. وقصة المتنفسين والاحجار الكريمة دي مواضيع الحلقة الثانية ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والحلقة الثانية من علم تيوب عن الاحجار الكريمة، ونجاوب على السؤال الاول، هل الفيروز ولا العقيق مين فيهم حجر كريم؟ وخليني قبل ما اجاوب تعرفوا ان الفيروز موجود بكثرة في سينا، عشان كده بنقول على ارض سينا ارض الفيروز. والاجابة يا سيدي ولا واحد فيهم حجر كريم، الاثنين احجار شبه كريمة. الاحجار الكريمة 5 انواع بس اللي قلناهم في الحلقة اللي فاتت: الالماس، الياقوت الاحمر والازرق، الزمرد والاكوا مارين كابريل، والاوبال والتوباز. دول ال5 انواع من الاحجار الكريمة. اي حجر غير كده فهو شبه كريم حتى لو كان غالي جدا. واحنا بنعرف الحجر الكريم لما يتوافر فيه 3 حاجات: جمال الحجر وندرته وكمان الصلابة أو المتانة، بيسموها الديورابيليتي. وبذكر الصلابة أو المتانة ده يفكرنا بمقياس موهس أو موه، وده بيقيس مقاومة الحجر للحك أو القشط، وده مقياس يا سيدي من 1 ل10. رقم 1 على المقياس ده هو التلك، أكثرهم ليونة. اللي أصلب منه شوية الجبس 2/10، بعدين الحجر الجيري الكالسايت 3، الفلورايت 4، الاباتايت 5، وتكمل بقى الفلوسبار 6، الكوارتز 7، التوباز 8، الكوراندم اللي هو الياقوت 9/10، واخيرا الماس 10/10. عشان كده يا ابو خالو الماس يعتبر من اصلب المواد اللي هو بنقول عليه الماس. وزي ما اتكلمنا عن الاحجار الكريمه الطبيعيه، ففي احجار كريمه صناعيه، ايوه بنصنعها في المعمل. هي بتبقى ارخص شويه من الاحجار الكريمه الطبيعيه لكن مش فيك، تركيبها الكيميائي تقريبا بيبقى مطابق للاحجار الكريمه الطبيعيه، وبتتصنع بطريقتين: اما عن طريق اللهب بيسموها الفليم فيوجن، او طريقه الفلكس ميثود. الفرق بقى ما بين الحجر الكريم الطبيعي والمصنع
ان الطبيعي بتلقى فيه شوايب من جوه، فقاقيع غاز لون تاني، ده علشان اتكون في باطن الارض وعناصر تانية اتفاعلت معه. اما الصناعي تلقاه كله شكل واحد بدون شوايب. الموضوع ده يا ابو خالو بيفكرني لما تروح تشتري سمك طبيعي وسمك مزارع. السمك الطبيعي في نفس المكان تلقى سمكة صغيرة سمكة كبيرة، كل سمكة بقى واكلها سواء كانت في نهر او بحر. السمك المزارع تحس ان انت بتشتري نفس السمكة كوبي بيست من بعض، كلهم نفس الحجم. طب نرجع تاني للأحجار الكريمة. من أغرب الحاجات اللي هتسمعها على الأحجار الكريمة بيسموها البيرث ستون، اللي هو حجرك بناء على تاريخ ميلادك. يعني مثلا لقيوا من خلال التجربة إن في ناس كتيرة حسب شهر ميلادهم بيرتاحوا لحجر معين. خلينا نشوف، اكتبوا لي في التعليقات تحت هل فعلا هترتاحوا لحجر معين من خلال شهر ميلادكم. هقول الأحجار دلوقتي. شهر يناير الحجر بتاعهم هو الجارنت. شهر فبراير حجر الجمشت أو الأماسيست. شهر مارس ليه حجرين، الأكوامارين وحجر الدم البلاد ستون. شهر أبريل الماس، طبعا مواليد شهر أبريل هيرتاحوا الحجر الماس دي غصب عنهم. شهر مايو الزمرد. شهر يونيو اللؤلؤ وبرضه حجر القمر بيسموه المون ستون. شهر يوليو الياقوت الأحمر. شهر أغسطس الزبرجد. شهر سبتمبر الياقوت الأزرق أو الزفير. أنا مواليد شهر سبتمبر، ورغم إن أنا لا أعتقد في الحاجات دي إلا إنه فعلا الحجر المفضل ليا مع حجر التنزانيت. شهر أكتوبر الأوبال والتورمالين. شهر نوفمبر حجر التوباز والسترين بتاع الفلوس اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت. شهر ديسمبر هو الفيروز والزركون. في ناس بتقول لك إن حجرك بناء على تاريخ ميلادك ده للبخت والفال الحسن. الكلام ده غير مقنع، غير علمي، غير صحيح، 3 في 1. طب أنا جالي حجر إزاي أعرف جودته وبالتالي سعره في السوق؟ أقول لك من خلال الفور سي، الأربعة سي: الكرات، الكلاريتي، الكلر، والكت. الكرات اللي هو القيراط، يعني وزن القيراط. كل ما الحجر كانت كثافته أكتر وحجمه صغير يعني كان تقيل، كل ما كان أحسن. رقم 2 الكلاريتي أو الوضوح، هل الحجر من جوه فيه كسور، فيه فقاعات غاز، وهكذا. رقم 3 الكلر اللون، وهنا بيحكموا على درجة اللون وتشبعه. أخيرا رقم 4 وهو الكت، قطع الحجر. لما بيجي لك الحجر بيتقطع علشان يظهر في شكله النهائي. تخيلوا في ناس أساتذة وصنايعية في قطع الأحجار، يعني مثلا بيقضي عمره كله يقطع في حجر الزمرد. ومن هنا يا أبو خالو قطع الحجر يأثر على جودته وبالتالي سعره النهائي. وبذكر قطع الأحجار ده يودينا لحتة معالجة الأحجار. أيوة، لما بيجي لنا الحجر بنعالجه، وفي طرق كتير نعالج بيها الأحجار. أكثرهم شيوعا هي الحرارة. بستخدمها هنا إمتى؟ لما أكون عاوز أرفع درجة اللون، أغير اللون، أو أظهر لون هو أصلا مش ظاهر. فاكرين الحلقة اللي فاتت التنزانيت الخام كان لونه أسود، لما عالجناه بالحرارة ادى اللون الأزرق الجميل ده. وممكن كمان الحرارة تشيل الشوايب. وفي كمان الطريقة الإشعاعية، وهنا بنستخدم ليزر أو إشعاع معين بحيث يظهر لي لون محدد في الحجر. بس هنا برضو لازم ما نستخدمش الحجر على طول ونسيبه فترة بيسموها الكولينج بيريود علشان ما يبقاش في خطر الإشعاع علينا. وفي كمان طرق تانية كتير زي حشو الزجاج والصبغة وغيرها. تعرفوا ان القدماء المصريين اول ناس يعالجوا الاحجار الكريمة؟ يعني اكتشفوا طريقة بندعك حجر الزمرد بالزيت، ده بيزود من جمال الحجر وقوته. لو فاكرين الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن الشاكرات السبعة، الشاكراز، وفي ناس بتربطها بالاحجار الكريمة. يعني زي ما انتم شايفين كده في شجرة القلب، لو انا لبست حجر جنب القلب يحميه وينظمه. طبعا للمرة المليون الكلام ده مش علمي، مفيش اي دليل علمي عليه وانا لا اؤمن بيه. لكن الغريب يا ابو خالو، كنت الاسبوع اللي فات مع تانمي طالب الدكتوراه الهندي عندنا في جامعة الملكة، وبنتكلم في الموضوع ده مع بعض بما انه الشاكرات السبعة دي طقوس هندوسية. فقال لي على الناس بيسموهم البريثيريان. لما ترجمت الكلام ده معناها المتنفسين. الناس المتنفسين دول بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاكل والشرب دول حاجة ملهمش لازمة في الحياة. هتقول لي ما عايشين على ايه؟ اقول لك على التنفس. هو كده كل بيتغذى على طاقة الكون. يعني حسب مجلة نيويورك بوست بيقول لك ان الناس المتنفسين دول ممكن ما ياكلش في الاسبوع غير 3 شوربة بس، وماشيين على الكلام ده من 2008. انتم متخيلين؟ شيء فعلا غريب. لكن خليني برضو أأكد ان الكلام ده مفيش دليل علمي عليه، ونظام الحياة ده خطر. واخيرا يا ابو خالو، علم الاحجار الكريمة عندنا في الوطن العربي بعافية شوية. انا اتفرجت على فيلمين وثائقيين بالانجليزي،
مدة كل واحد فيهم تقريبا 50 دقيقة. الناس بتتكلم بشكل علمي كبير جدا، شكل البلورات، تكوين الأحجار، وإن كل حجر بيحكي قصة حدث حصل من 35 مليون سنة. ده في ايفنت أو معرض بيحصل كل سنة في بلد في وسط الصحراء اسمها توسان في أمريكا. الناس بتتجمع من كل أنحاء العالم، ومعارض ومتاحف عشان تتعلم عن الأحجار الكريمة. ووسط ده كله ما تسمعش أي جدل أو هبل استخدامها في العلاج اللي بنسمعه عندنا في الوطن العربي. على الناحية التانية، أول محتوى عربي جيت أدور عليه لما جيت أدور عن الأحجار الكريمة، ظهرت لي واحدة ست: الأحجار الكريمة ممكن تسحب الطاقة السلبية منك، الحجر الكريم ممكن تحطه في البيت يجيب لك فلوس، والهبل ده. للأسف الهبل والكلام ده بيزيد وحيزيد في المستقبل. عاوز تفهم ليه؟ ارجع شوف حلقة علم تيوب عن الأبراج والتنجيم. عشان كده محتاجين نتكلم بالعلم والعلم وبس. وحديكم مثال: ده يا سيدي البشمهندس أحمد الطوخي، ابن جنة، مركز قفط، قرية القلعة، مهندس جيولوجي وخبير في الأحجار الكريمة. وده المتحف الصغير اللي عمله في البيت عنده من الرحلات الاستكشافية اللي بيعملها مع نفسه. حب علم الأحجار الكريمة وتخصص وتفوق فيها رغم انه ما درسهاش في الجامعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية السلسلة الصغيرة اللي عملناها من حلقتين عن الأحجار الكريمة. لو حابين نعمل سلسلة أو حلقات عن موضوع معين اكتبوا لي في التعليقات تحت. ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي. وفقرة الشعر النهاردة مع عنترة بن شداد عن عزة النفس. الناس الشجعان زي عنترة بتعيش الحياة مرة واحدة. النهاردة أبيات الشعر بتحكي قصة حصلت بينه وما بين أمه زبيبة، كانت بتعنفه إن هو مقدام في الحرب، يا ولدي كده هتموت. فهو رد عليها بالأبيات دي. تعال نسمع بيقول ايه: تعنفني زبيبة في الملام على الإقدام في يوم الزحام، تخاف علي أن ألقى حمامي بطعن الرمح أو ضرب الحسام. مقال ليس يقبله كرام ولا يرضى به غير اللئام. يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود ويلقى حتفه قبل الفطام. فلا ترضى بمنقصة وذل، فلا ترضى بمنقصة وذل، وتقنع بالقليل من الحطام. فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام. ولا تحت المذلة ألف عام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.